تفتكر ايه اللي ممكن يحصل لو ايرون مان بقى دكتور دوم؟ والله ده حصل فعلا، بس مش بالطريقة اللي انت متخيلها. بعد ما توني ستارك مات واختفى بعد احداث سيفل وور، الدنيا اتشقلبت وكل الناس افتكرت ان الدنيا هترجع فوضى من غيره، بس اللي حصل كان اغرب من كده بكتير. اللي طلع مكانه كان فيكتور فان دوم بنفسه. دكتور دوم العدو اللدود للفانتاستيك فور قرر يلبس البدلة الحديد ويكمل مشوار ايرون مان بنفسه. بس ليه عمل كده؟ دوم حس بالذنب بعد كل اللي عمله، وحاول يغير نفسه، وكان مؤمن ان توني ستارك هو الشخص الوحيد اللي كان فاهم يعني ايه القوة والسلطة والمسؤولية، وعلشان كده قرر يكون ايرون مان الجديد. بدلة متطورة، عقله عبقري، وسحر من العيار التقيل. دوم كان بيحارب اعداء ايرون مان ويواجه الماضي بتاعه في نفس الوقت. بس طبعا الابطال ما كانوش مصدقين ازاي دكتور دوم اللي كان دايما شرير يبقى بطل. وفي وسط ده كله ظهر توني ستارك من تاني، بس كصوت جوه دماغ فيكتور بيكلمه بيحذره وبيحاول يفهمه. القصة دي اسمها انفيمس ايرون مان، ومن اغرب القصص في عالم مارفل، لانك هتلاقي فيها البطل والشرير اتبدلوا اماكنهم وكل حاجة بقت رمادية. فكر معايا كده، تفتكر لو دكتور دوم كان هو ايرون مان من الاول، هل كان العالم هيبقى امن ولا خطر؟